ركز معايا جدا في الكلمتين اللي جاي اقولهم لك دول لان مهمين جدا ليك. لو انت شخص عندك مشكله في الفقرات، او لو انت شخص عندك مشكله في المفاصل، او لو انت شخص وزنك زايد، فطبيعي جدا ان كل المشاكل دي هتضطر انك تلجأ لدكتور علاج طبيعي، وبعدين هيقول لك ابدأ انزل الجيم. ولكن وقف هنا عشان في نقطه مهمه جدا دي اللي جاي اكلمك عنها. ما ينفعش انت كشخص يكون عندك اي اصابه في الفقرات او في المفاصل وتيجي تتمرن اونلاين. انا من مصلحتي لان ده شغلي اقول لك اتمرن اونلاين وانا المستفيد منك، لكن اي شخص هيلاقي عندك الاصابات دي ويمرنك اونلاين اعرف انه هدفه انه يجمع منك فلوس فقط لا غير. انا ده شغلي اهو، بمرن اونلاين وبقول لك لو انا اللي قلت لك اتمرن معايا وانت عندك الاصابات دي اونلاين اعرف ان انا هدفي اخد منك فلوس. قولا واحدا يا شباب يا جدعان، اي حد عنده اي مشكله صحيه من المشاكل اللي ذكرتها دي لازم يتمرن مع مدرب شخصي. لازم المدرب يكون معاك اثناء التمرين. ما تجيش تقول لي اصل انا هروح الجيم اتمرن اجهزه بس. الجهاز مش امن 100% زي الناس ما هي متخيله. الجهاز برضه ممكن يجيب اصابات اخطر من الاوزان الحره، ده اللي الناس مش بتاخد بالها منه، لان انت اللي بتظبط نفسك على الجهاز مش الجهاز اللي بتظبط عليك. دي نقطه. النقطه الثانيه، ما ينفعش تتمرن حتى تدريب شخصي مع المدرب اللي في الجيم، والله العظيم زي ما بكلمك، عشان خاطر المدرب اللي في الجيم بيكون معاه عدد عملاء محتاج يمرنهم في اطار مده العمل بتاعته اللي هم 8 ساعات 7 ساعات ايا كان الوقت اللي بيشتغله، فبيحتاج ان هو ينجز العميل بسرعه عشان يمشيه. انت راجل عندك مشكله صحيه، فمحتاج ان انت في خلال شهرين 3 تكون حسيت بفرق شاسع يستحق المصاريف اللي انت بتدفعها. ده مش هيحصل مع المدرب بتاع الجيم. المدرب بتاع الجيم هيبقى عايز يخلص لك السيشن بتاعك بسرعه عشان خاطر في عميل تاني بعد. فالافضل انك تتمرن مع مدرب حر، مدرب فريلانس. حتى المدرب اللي بيشتغل فريلانس اللي هو زي كده مش هينفع تتمرن معاه في حاله انك مش بتتمرن لوحدك في السيشن. لو انت لقيت في السيشن معاك 20 30 واحد ما ينفعش تتمرن معايا، لا انا ولا غيري. انت مشترك مع مدرب شخصي عشان تتمرن معاه لوحدك، فمطلوب من المدرب انه يمرنك لوحدك عشان تلاقي الاهتمام الكامل. غير كده ما تتمرنش. غير كده اخرك تحاول ان انت تتبع دايت وتخس كده وخلاص. فاهمني؟ انك انت اول ما هتخسس وزنك جسمك هيبدا يفوق، ولكن برضه هيكون في نفس المشكله انك لسه ما عملتش التقويات المطلوبه. فنصيحه مني، يا ريت يا ريت يا ريت لو انت عندك اي اصابه تتمرن تدريب شخصي مش تدريب اونلاين. انت ما ينفعش معاك ان انا ابعت لك برنامج تدريبي ونظام غذائي واتابعك على الواتساب. انت لازم الشخص يكون معاك لحظه بلحظه. ونصيحه تانية عايز اقول لك عليها، سيبك من الناس اللي بتطلع تقول لك معاك فريق طبي ومعاك فريق مش عارف ايه. انت محتاج الشخص يكون معاك اثناء التمرين قولا واحدا. غير كده او لو انت هتركب دماغك ومش هتصدق كلامي هتروح تدفع التمن. انا نصحتك لله مش عايز منك حاجه. انا من مصلحتي اقول لك اتمرن اونلاين، اسهل لي كتير من التدريب الشخصي. انزل معاك ومربوط بمواعيد والكلام ده، بس لله لله يعني نتقي الله شويه. انت مش هينفع ان انت تتمرن تدريب اونلاين، ولا هينفع تتمرن مع مدرب بتاع الجيم، ولا هينفع تتمرن مع مدرب فريلانس معاه اكتر من عميل في السيشن. لازم تتمرن لوحدك في السيشن. والاهم من ده كله انه لازم المدرب يكون عارف يتعامل مع الاصابات. لو المدرب مش عارف يتعامل مع الاصابات ممكن يعمل لك مشاكل صحيه كتير جدا اكتر من اللي عندك. انا بتعامل مع الناس دي يا شباب واشتغل مع الناس دي ومش طالع اروج لشغلي، بس هي الفكره كلها اني بعد احيان ما بيبقاش فيه وقت. انت محتاج انك تسلم نفسك لشخص يتقي الله فيه ويعمل لك برنامج متكامل ويكون معاك خطوه بخطوه تقدر تتواصل معاه. ولكن لما اقول لك ان مفيش وقت دلوقتي او مفيش اماكن دلوقتي، دي حاجه ما تزعلكش. انا بضمن لك جوده خدمتك بجد، هخليك تستفيد بكل جنيه بتدفعه. غير كده يبقى ناس بتجمع منك فلوس، غير كده يبقى انت واحد معاك شويه فلوس عايز تضيعها عايز تشترك معايا حد وخلاص. فانت حر. انا نصحتك وانت حر. صباحك فل.